صباح الخير أو مساء الخير على حسب بتشوفوني إمتى. تعالي أقولك إزاي تعملي كفتة الحيتي وبجد في خطوتين من غير تعقيد، بمنتهى السهولة وبطريقة أضمنلك مليون في المية إن هي ناجحة جدا وهتطلع معاكي زي بتاعة الشارع وأنضف كمان. يلا بينا نخش على المكونات على طول. عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، هديها بصلاية كبيرة أنا منشفاها واخدة المية بتاعتها وهنا عندي 200 جرام من اللية. بالنسبة بقى للتوابل بتاعتي عبارة عن معلقة كبيرة من النشا، نص معلقة بيكنج باودر، رشة من جوز الطيب، رشة من الكوبيبة، ملح حسب رغبتك، نص معلقة من البابريكا، ونص معلقة من السبع بهارات. حابة تكتفي بالجوز الطيب والملح تمام ده براحتك، بس فكرة ان السبع بهارات والكوبيبة بجد بيدوها طعم رائع، والبابريكا بتديها لون زي الحياتي بالظبط. هحط المكونات دي كلها، وطبعا يا ريت يفضل يعني لو تحطي النشا والبيكنج باودر عشان تحتفظي بقوامها وما تنزلش سوائلها كلها. هقلبها كويس، وطبعا كلنا بنعتمد ان احنا خلاص بنحطها في الفرن على شكلها ده، وده اللي ما بيطلعهاش معايا زي كفتة الحاتي. اول حاجه هنا عندي الميه بتاعه البصل، هديها رشه من الفلفل الاسود، ربع معلقه من صلصه الطماطم، هقلبها كويس واديها تاني رشه من السبع بهارات وطبعا ملح. هحطها في التلاجة بحيث استخدمها وهي ساقعه، محتاجاها تكون ساقعه معايا. اول خطوه في كفته الحاتي ان انا لازم افرم اللحمه بتاعتي دقيقه او دقيقتين لحد ما يبقى شكلها وقوامها معايا شبه العجينه. دي اول خطوه يا جماعه في كفته الحاتي. طبعا معظمنا بيعملها على اللحمه المفرومه اللي بنجيبها من الجزار وبتبقى مفتله معانا كده او محببه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الفرق بين دي ودي وشايفين فرق اللون؟ انا عايزه معايا القوام ده، ان هي تبقى معجنه سنه كده، هو ده بتاع الحاتي. وده اول سر معايا من كفتة الحاتي، ودي اول خطوة. هسيبها في التلاجة ساعة او نص ساعة، او تقدري تستخدميها على طول براحتك. انا حبيت اسيبها الاول تتشمع في التلاجة. هحط ايدي من احط في ايدي مية البصل وابدا افرد، والخطوه بتاعت مية البصل دي عشان تدي الكفته طعم حلو وفي نفس الوقت تتشكل معايا بكل سهوله. تمام. تقدري بقى تفرديها على اسياخ شيش طاووق، على سيخ، الطريقه اللي تعجبك براحتك. اضمنك ان هي مش هتفك خالص خالص، ولا محتاجين نحط بقسماط وحاجات كتير وموضوع معقد، لا خالص. هي بمنتهى السهوله ماسكه جدا، مش هتقع خالص، هتبقى بيرفكت زي بجد بتاعه الحاتي. هنا بقى هابدأ أسويها، وتاني أهم خطوة معايا إن أنا أسويها بطريقة معينة وتكنيك معين هقول لكم عليه. سواء هتسويها في الفرن أو في الإير فراير براحتك تماما. أهم حاجة إن هي ما تاخدش أكتر من 3 4 دقايق بجد. ما تخليهاش تنشف وتنزل السوائل بتاعتها. أنا يا دوب لونها اداني اللون اللي انتوا شايفينه ده زي بتاعة الحاتي، قلبتها على الوش التاني، ودي خدت معايا 3 دقايق في الاير فراير بالظبط. قلبتها على الوش التاني، وطبعا اديتها رشة من مية البصل، وهنا كانت استوت معايا تماما. اهم تاني خطوة يا جماعة هي التسوية. ما تسيبيهاش تنشف وتنزل سوائلها عشان ما تبقاش ناشفة ومقددة كده وتتضايقي منها. الخطوة دي براحتك اختيارية، بس بجد بتخلي الكفتة كأنها جاهزة بالظبط انك تبخريها. تمام. وهنا الكفتة بتاعتي بعد ما استوت تماما. تعالوا شوفوا معايا ازاي مستوية وفي نفس الوقت جوسي ومش ناشفة خالص ولا مقددة، وطعمها بجد بجد كأني شارياها، وانضف كمان من بره. اتمنى تجربوها بجد على ضمانتي، هتبقى تحفة وخطيرة ومش هتبطلوا تعملوها. شايفين ازاي طرية معايا وتحفة؟ جربوها وعلى ضمانتي. شكرا.